اللي بيحبوا يعملوا شوربه اول ما الجو يبقى برد يكملوا الفيديو للاخر. هقول لكم طريقه حلوه جديده تعملوا بيها شوربه القرع، وهعمله بالقرع الابيض اللي كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات. اول حاجه اختاروا قرع حجم متوسط مش كبير ولا صغير، وافصلوا بس الجزء اللي من فوق عشان يكون الغطا. هننضف الجزء اللي جوه الموجود فيه البذور، وبالسكينه هنحاول نقطع كل اجزاء القرع الموجوده من جوه، لان هو ده اللي هيبقى اساس الشوربه. بس خلوا بالكم وانتوا بتستخدموا السكينه لان الالياف بتاعه القرع قاسيه جدا. وبعد ما تطلعوا كل اجزاء القرع اللي من جوه حاولوا تنضفوها كويس قوي بالمعلقه علشان تتاكدوا انكم اخدتوا اكبر جزء ممكن. هنضيف الاجزاء اللي قطعناها وهنحط عليها جزر ابيض وفصين توم وطماطم صفرا، ممكن تحطوا اي طماطم انتوا بتحبوها. وعلشان ازود للشوربه الوان اكتر وفايده اكتر زودت عليهم واحده قرع بيبي صغير بيكون لونه برتقاني، فالفايده بتكون اعلى. هنرش عليهم زيت زيتون ورشه ملح وندخلها الفرن على اعلى درجه حراره. وبعد ما بتخرج من الفرن بتكون الالياف بتاعته طريه شويه. هنضيف كل الحاجات اللي شويناها في الخلاط مع اي نوع شوربه عندكم، شوربه فراخ او لحمه او خضار. هنضيف التوابل فلفل اسود وبابريكا وبصل وشويه لبن من فوق، وهنسخنها شويه على النار. وبس كده تبقى الشوربه جاهزه، وهنقدمها في نفس القرع اللي احنا فضيناه الاول. شكلها طلع حلو قوي، وزينتها بشويه كريمه من فوق، وكنت عايزه احط طماطم بس وقعت، وشويه بقدونس. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، ريحتها خطيره وبتدفي وحلو قوي للاطفال لو اقل من سنه، بس لو نشيل الملح. جربوها وقولوا لي رايكم. بالهنا والشفا.